كما تشاهدون في المراجع. والحقيقة الآن الباحثون يقولون أن التأثير الواقي لزيت الزيتون من السرطان يكون أشد إذا ما بدأ تناول الزيت قبل البلوغ. يجب أن نربي أبناءنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننتظر حتى يصل كما تحدث أحد الأخوة في الصباح حتى يصل المرء إلى درجة متطورة من المرض. الآن زيت الزيتون أيضا يخفف من تشحم الكبد. تشحم الكبد يحدث عند البدينين، تشحم الكبد يحدث عند المرضى السكر. فإذا الآن بدراسة نشرت في يناير 2010 في العام الماضي تقول أن زيت الزيتون يخفف من تشحم الكبد، وأيضا أوراق زيت الزيتون ليس فقط الزيت تقي من تشحم الكبد. زيت الزيتون في سن الضهي، ولا أقول سن اليأس لأن المرأة لا تعرف اليأس، فتناول زيت الزيتون يوميا ينقذ تخرب الDNA عند النساء في هذا السن. وقد طلب من النساء تناول زيت 50 جراما يوميا من زيت الزيتون لمدة 8 أسابيع. هشاشة العظام، هذا بحث جديد نشر في شهر فبراير 2011 قبل شهر واحد من الآن، تقول أن زيت الزيتون يقي من هشاشة العظام. وليس هذا فحسب، بل إن له دور واعد في معالجة هشاشة العظام أو وهن العظام. أنا أقول وهن العظام لأنها كلمة قرآنية أفضل من كلمة هشاشة العظام. الاكتئاب له أيضا نصيب من زيت الزيتون، معالجة الاكتئاب، وقاية من الاكتئاب. تناول زيت الزيتون يقي من حدوث الاكتئاب. بحث نشر في مجلة أمريكية قبل شهرين يناير 2011. التهاب المفاصل نظير الرثوي أيضا ينقص عند المصابين، عند الذين يتناولون كميات أعلى من زيت الزيتون. هذا عن الشطر الأول من حديث رسول الله: كلوا الزيت. فماذا عن الشطر الثاني: وادهنوا به؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بالادهان بزيت الزيتون، وتأتي الدراسات العلمية لتثبت هذا الشيء. وهذا البحث نشر في عام 2009. وأيضا هناك البحث عند زيت الزيتون ملطف للجلد، وهو يتفوق على ما سواه من الزيوت كمرطب وملطف، وخاصة عند الوليدين الخدج الذين يكون الجلد عندهم في حالة حساسة كثيرا. لزيت الزيتون أيضا تأثير مضاد للجراثيم وملطف للجلد في معالجة التهاب الجلد التحسسي عند الكبار. وأيضا بحث سينشر في الشهر القادم في 15 أبريل 2011 كما تجدون، 15 أبريل 2011 في الشهر القادم. هذا البحث يقول أن أوراق زيت الزيتون، مسحوق من أوراق زيت الزيتون، أيضا له دور أساسي في الوقاية من سرطان الجلد القتامي. وهذا في اللغة الإنجليزية تقول هنا أن هذا الشيء في الواقع قد ثبت علميا. وخلاصة أوراق الزيتون تمتلك خواص قوية مضادة للسرطان الجلد القتامي، هذا السرطان الذي يكثر حدوثه عند النساء وخاصة في الغرب الذين يجلسون في المسابح والبحار وإلى ما هنالك. إذن هذا البحث سينشر في الشهر القادم في مجلة International Journal of Cancer. الادهان بزيت الزيتون موضعيا بعد السباحة والتعرض للشمس إذن يمكن أن يقي من حدوث سرطان الجلد. ما هي أنواع زيت الزيتون؟ زيت الزيتون يقسم إلى 4 أنواع بشكل أساسي. زيت الزيتون البكر الممتاز Extra Virgin Oil، وهو الزيت الأعلى جودة، يستخلص من العصرة الأولى ولا يكون قد تعرض لأي معالجة كيميائية أو أي معالجة أخرى، والحموضة فيه قليلة دون 1%. زيت الزيتون البكر Virgin Olive Oil، وهو المستخلص من الزيتون لكن نسبة الحموضة فيه أقل من 2%. زيت الزيتون المكرر Refined، يحصل عليه بعد عمليات التكرير. ثم زيت الزيتون
الزيتون الصافي، هذه الكلمة غير صحيحة، هو ليس صافيا لأنه يتألف من نوعين من زيت الزيتون، البكر وزيت الزيتون المكرر. لماذا كل هذه الفوائد في زيت الزيتون؟ لأسباب كثيرة. أولا أن زيت الزيتون يحتوي على بنسبة 75% منه على دهون لا مشبعة وحيدة، mono unsaturated fatty acids، وهذه بالفعل عنصر مهم جدا في زيت الزيتون. هناك العديد من المكونات الفعالة في زيت الزيتون لا يسمح المجال لأن أسردها، لكن من هذه المواد مادة أوليوبين، وهناك بحث نشر في عام 2010 وأكثر من 20 صفحة. هذا البحث في مجلة ساينس فارماكولوجي، والبحث يتحدث عن مادة واحدة فقط في زيت الزيتون، وهذه المادة تعتبر الآن مضادة للأكسدة، تقي من حدوث السرطان وأمراض شرايين القلب والخرف، مضادة للالتهاب، مضادة لتصلب الشرايين، مضادة للجراثيم والفيروسات، وأيضا خافضة لسكر الدم وللكوليسترول. هناك لابد من نعرف عن زيت الزيتون، كل ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تبلغ حوالي 13.5 جرام، وتحتوي على 119 سعر حراري، وكلها دهون. 13.5 جرام كلها دهون. ولكن دائما يطرح هذا السؤال: هل يمكن تناول زيت الزيتون واستخدامه في طهي الطعام؟ نقول نعم، وهذا البحث قد نشر في عام 2010 في مجلة فود اند كيميكال توكسيولوجي، ويقول هذا البحث في الأسفل هنا أن الأوليف أويل زيت الزيتون مضاد أو يقاوم كل حالات القلي أو الطهي في الطعام بغض النظر عن أي نوع استخدم. السبب في ذلك أن زيت الزيتون له درجة احتراق عالية تصل إلى 242 درجة، في الزيت المكرر أو الصافي تصل إلى 242 درجة، وهي أعلى من أي درجة احتراق لأي زيت آخر على الإطلاق، وهذه أنواع الزيوت الأخرى. لذلك في هذه الدرجة إذا احترق الزيت يبدأ بتحطم الدهون، وبالتالي يحدث تخرب فيها وتصبح مصدرا للأذى أكثر من النفع. دراسة أيضا حديثة نشرت هذا الشهر دراسة نشرت حديثا في هذا الشهر مارس 2011، تقول الدراسة أن الطعام المطهي بزيت الزيتون يحسن استجابة الإنسولين بعد الطعام عند النساء البدينات. ماذا عن البدانة أيضا؟ تقول أن دراسة نشرت في 2009 أن خطر حدوث البدانة كان أعلى بأكثر من الضعف عندما نستعمل زيت دوار الشمس في طهي الطعام وليس زيت الزيتون بالمقارنة مع زيت الزيتون. هل فقط هذا الشيء ينتهي في زيت الزيتون؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها شجرة مباركة، فكل عنصر في هذه الشجرة مبارك بإذن الله. وتأتي الأبحاث الآن في عام 2011 يناير 2011 لتقول أن هذه الدراسات، كثير من الدراسات الآن عن أوراق شجرة زيت الزيتون، أنها تستخدم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وتصلب الشرايين. أخيرا أقول: ماذا عن استهلاك العالم الإسلامي لزيت الزيتون؟ في الواقع أن الشيء المؤسف أن اليونان تستهلك أكثر ما تستهلك في العام كله من زيت الزيتون. المواطن اليوناني هنا يستهلك في العام 23.7 كيلوغرام، هذه إحصائيات 2009، بينما في تركيا يستهلك المواطن التركي 1.2 فقط كيلوغرام في العام الواحد كله. في سوريا حوالي 7 كيلوغرام وهكذا. ولكن أكثر ما يستخدم زيت الزيتون في البلد المجاور اليونان، ولذلك نريد أن نطبق
ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غيض من فيض مما نشر من أبحاث حول زيت الزيتون خلال الأعوام القليلة، فطوبى لمن نال من تلك الخيرات. ولا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فهنيئا لمن نال من تلك الخيرات. وأعود إلى هذا النص النبوي المعجز: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أشكر لكم حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.